الضربة الحرة. يلا يا وسود، ضربة حرة جانبية، 6 لاعبين مغاربة. السلام عليكم. لاحظتم بالأمس أحبة الكرام الاستبسال البطل للمنتخب المغربي الذي حقق فوزا ثمينا ومهما على واحدا من أقوى المنتخبات العالمية، بل والمرشحة للحصول على لقب كأس العالم في نسختها الحالية في قطر. ولاحظتم كيف حقق أبناء المغرب، شباب المغرب، المنتخب المغربي البطل الفوز الثمين، وكيف هزم هذا المنتخب البلجيكي القوي، وكيف قدم واحدة من أروع المباريات على الإطلاق التي أفرحت الجميع، والتي هتف لها الملايين من العرب والمسلمين من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب. فرحة عارمة شهدناها بالأمس من الصغار والكبار ومن كافة المستويات الاجتماعية. بلا أدنى شك كان إنجازا عظيما يستحق الاحترام، وكان إنجازا كبيرا يستحق أن نشيد به، وأن نهنئ أشقائنا في المغرب من الملك إلى الشعب إلى كافة شرائح المجتمع المغربي على هذا الفوز. ونعتبر هذا الفوز هو فوز لنا كعرب وكمسلمين وكأشقاء لهم. والصورة المعبرة التي جسدها المنتخب المغربي بعد إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة خير شاهد على عمق الاعتقاد وعلى عمق الإشارة العظيمة التي أرسلها هذا المنتخب عن مكانته وعن انتمائه وعن الصورة الزاهية التي هي مرسومة بعقولنا، باعتزازنا، بعقائدنا، بثوابتنا، بديننا، بتاريخنا. بلا أدنى شك كانت حاضرة أيضا لهذا المنتخب البطل. ولكن الشيء الذي لا نفهمه أن العربي لا يمكن أن يتخلى عن مكارمه تجاه السياسة وتجاه ما يحس من انتماء نحو عروبته ونحو خندقه ونحو مكانته الصحيحة. في فكرنا العربي وفي تقاليدنا وقيمنا ومكارمنا كل من يشهد عن حالة الانتماء المصيري العفوي الذي تجسده حالات، ومنها الرياضة، حالات عفوية لا يستطيع أي إنسان أن يتحكم في مشاعره تجاهها، لأن الانتماء من يدفعه، دمه من يحركه. ولكن عندما ترى حالات شاذة من هذا الوسط، وهي قليلة جدا ونادرة ولكنها موجودة، أنت تستغربها. لماذا؟ لأنك تقول أنها تمثل حالة شاذة في الانتماء العربي، حالة شاذة في المكارم العربية، حالة شاذة في الأصالة العربية، في القيم العربية. وهذه لاحظناها، ولاحظناها أيضا من خلال مسار أكثر من مباراة، ليس فقط مباراة المغرب مع بلجيكا، بل لاحظناها في ردة فعل باتجاهات منتخبات عربية، وأيضا ردة فعل باتجاه منتخبات غير عربية للعرب، خلافات شاسعة معها متمثلة بإيران. ولاحظتم من صفق المنتخب الإيراني الذي فاز في مباراة الثانية. في الأولى خسر خسارة كبيرة جدا، وفي الثانية فاز على فريق ليس بذاك المستوى الذي يجب أن نقارنه ببلجيكا أو نقارنه بالأرجنتين، لا، فريق ضعيف جدا. ومع ذلك أولوا هذا الفوز وعبروا عن فرحتهم، وكأنهم كانوا ينتظرون فرحة حتى يعبروا ليواجهوا الآخرين الذين هبت الملايين لتفرح لهم عفويا. طبعا أما هؤلاء متصنعين من صفق لإيران، وهم معدودين ساسة ومن الميليشيات ومن أتباع الميليشيات في المناطق التي تنشط فيها هذه الاتجاهات. ومثل هذه الحالة رأيناها، انظروا في هذا المقطع، لشريحة معينة، وهذه لا تعبر عن الشعب الجزائري إطلاقا. تشاهد
والله أني أجزم أن الشعب الجزائري في واد، وهذه السلوكيات في واد ثاني. الشعب الجزائري بلا أدنى شك مع عمقه الاستراتيجي، مع المغربي، مع الموريتاني، مع الليبي، مع التونسي، مع الصومالي، مع الجيبوتي، مع السوداني، مع المصري، مع اليمني، مع السعودي، مع العماني، مع الإماراتي، مع القطري، البحريني، الكويتي، العراقي، السوري، الأردني، الفلسطيني، اللبناني، مع كافة البلاد العربية، لأن هذا عمق واحد. ولكن الحالات الشاذة التي تنشأ هي الحالات الدخيلة التي تنتمي إلى ذاك الفكر وذاك المحور الذي أعطيناكم شواهد منه وفي أكثر من حلقة، والذي زرع وغرس في البلاد العربية، والذي يستهدف البلاد العربية ويحاول أن يؤثر على البلاد العربية، ويسعى إلى استقطاب أي اتجاهات تؤثر على الأمن الداخلي لأي بلد عربي حتى يمزقوه ويقسموه، فلن يتوانى عن فعله، لأنه أساسا خلق لهذه المهمة، فلا يستطيع العيش بدون هذه المهمة. ردة الفعل بالأمس كانت ردة خسيسة، والله خسيسة. ملايين، احترموا الملايين من العرب والمسلمين، وأنتم تفرحون لماذا الحكم ألقى هدف للمغرب حتى لا تكسب المغرب، حتى عادت المغرب فإذا هي كاسبة للمباراة وبجدارة وبامتياز وبإشارات مهمة جدا عن فريق قوي للغاية سينافس على الكأس. الفريق الذي رأيناه بالأمس فريق فعلا يستحق كأس العالم. هؤلاء الأبطال والله العظيم أنهم من الذين سينافسون بجدارة على بطولة كأس العالم، حتى وإن لم تكن في هذه المرة، على أي بطولة كانت. ولكن رأينا منتخب غاية في الروعة، منتخب متكامل، منتخب قوي، أبطال أشاوس شجعان يصنعون المستحيل. لا يمكن أن يكونون فريسة سهلة للمنتخبات مهما بلغت من قوتها ومهما حاول الإعلام أن يروج لها. أعطى صورة زاهية للكرة العربية، للكرة الأفريقية، شمال أفريقيا، لهذه البلاد العظيمة والمهمة والتاريخية والتي لعبت دورا كبيرا في مراحل تاريخ العربي والمسلمين طوال وجوده حتى هذه الساعة. لذلك عندما نأتي ونعاين تلك الحالات التي تأتينا، لا الهدف إظهارها بقدر ما الهدف إبراز الشاكلة الشاذة في فكرنا وفي قيمنا وتقاليدنا حتى ننبه لها، حتى نشعر أن العربي لا يمكن له إلا وأن يكون صاحب مكارم، وإن تخلى عن المكارم فهو كحالة الشذوذ التي تشذ عن الفطرة الإنسانية لكل البشرية. هذا الذي يجري. فوز المنتخب المغربي بلا أدنى شك فوز عظيم، ونهنئهم أشقائنا من أعماقنا ومن قلوبنا ومن ألسنتنا، وتأكدوا أننا من أشد الفرحين بهذا الفوز، وأنه فعلا كان فوزا لنا. ولو تلاحظون صغارنا وأهلنا وكل من شاهدكم يا منتخب مغربي وأنتم تؤدون هذه الملحمة الكبيرة، الملحمة الرياضية، وتهزمون واحدا من أقوى الفرق المرشحة لنيل كأس العالم، لاحظتم عمق المحبة التي تجمع العرب. إلى أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.